السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا متابعين قناتي وصفات روما وبناتها. النهارده جايه وجايبه لكم القمر اللي انتوا شايفينه ده، جلاش الحلواني بمكونين بس، بخطوتين بس هنعمل القمر ده كله. يلا بينا بقى نشوف الجمال ده كله اتعمل ازاي. بس اوريكم شكله كده بعد ما قطعته، وقد ايه طبقاته عامله ازاي، ولا حطينا بين كل راق وراق سمنه ولا اي حاجه، ولا تعبنا نفسنا خالص. الوصفه كانت سهله وبسيطه ومع ذلك طلع بالشكل والجمال ده. محتاجين صينيه تكون مدهونه زبده كويس جدا، ومحتاجين معاها لفه من الجلاش. انا هنا حطيت نص لفه الجلاش في الصينيه، عملتها رقات زي ما انتم شايفين كده، وما دهنتهاش زبده ولا سمنه ولا اي حاجه. ورجعت هنا زودت مكسرات سوداني، جوز هند، زبيب. لو هتعمليها ساده من غير مكسرات ولا اي حاجه، بتحطي اللفه كامله على بعضها. بعد كده حطيت بقيه لفه الجلاش وهبدا اقطعها مربعات. وهنا بعد ما قطعتها كويس جدا كده مربعات، هبدا اضيف لها بقى السمنه بقى كده تغطي كل جوانب الصينيه. تمام. ولازم السمنه تتشرب كل كميه الجلاش. هنا اتاكدت ان السمنه اتشربت كل كميه الجلاش في الجوانب بقى وفي الوسط وكله. هبدا بقى ادخلها الفرن على درجه حراره 180. الفرن بشغله قبلها ب5 دقايق كده بس تخرج من الفرن اوريها لكم. هنا اول ما الجلاش طلع من الفرن كده، ساعه ما بياخد الشكل الذهبي اللي انتوا شايفينه ده، خلاص بيبقى كده استوى. هبدا بقى اطفي عليه النار واصب له الشربات. بعد كده هبدا اصب شربات الجلاش على كل الجوانب كده. مسقيه الجلاش زي ما انتوا شايفين كده، حاجه من الاتنين بقى. لو احنا عايزينه مقرمش ما بنغطيهوش، لو احنا عايزينه طري خالص ده بغطيه. بس كده خلاص تكون الوصفه خلصت. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. بطريقه سهله وبسيطه عملت الوصفه، ما خدتش وقت خالص. لو الفيديو عجبكم يا ريت لايك للفيديو، اشتراك في قناتي وصفات روما وبناتها. تحياتي، هتوحشوني، باي باي.